لو قعدت دلوقتي تعد كل الحاجات اللي لازم تعملها النهارده هتلاقي نفسك قدام قائمه طويله ومرعبه جدا، والمشكله مش في كتر الحاجات، المشكله انك مش عارف تبدا منين ولا ايه فيهم المهم ولا ايه اللي ممكن يتاجل من غير ما يدمر لك حياتك. والحقيقه المؤلمه ان معظمنا بيقضي يومه كله في الحاجات الاقل اهميه، وبعدين بيجي اخر النهار يحس انه ما عملش اي حاجه مفيده. سيف كان قاعد معايا في سيشن بس كان حاسس انه غرقان في حاجات ملهاش اخر. قال لي انا مش فاهم ازاي الناس دي بتنجز، انا ساعات بصحى الفجر وافضل شغال لحد نص الليل ومع ذلك مش حاسس اني وصلت لحاجه. سيف الحقيقه كان عايش في حاله من الفوضى الكامله، كل يوم يصحى ويلاقي نفسه قدام 20 حاجه لازم يعملها، عنده مرضى عايزين مواعيد، فاتوره كهرباء متاخره، مؤتمر طبي ولازم يحضره، صديق عايز يتكلم معاه في مشروع، اهله كمان عايزينه يزورهم، وهو عايز يروح الجيم، عايز يقرا كتاب بدأه من شهر، والاف الحاجات التانية. المشكله ان سيف كان بيتعامل مع كل الحاجات دي كانها بنفس الاهميه، فكان بيقضي نص ساعه يدور على فاتوره الكهرباء وساعه يرد على رسائل واتساب مش مهمه اصلا، وبعدين يفتكر ان عنده مريض محتاج جراحه مهمه وهو ما كانش محضر لها. النتيجه سيف كان عايش في دوامه من القلق المستمر، كان حاسس دايما انه بيجري ورا حاجه وان في حاجه مهمه ناسيها او مأجلها، وده كان مأثر عليه جدا لدرجه انه بقى مش بيستمتع حتى بنجاحاته. لما مريض يشكره على علاج ناجح ما كانش حاسس بالفرحه دي، كان دماغه مشغول بالعشر حاجات التانية اللي لسه ما خلصهمش. السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده نتكلم عن تحديد الاولويات. الحقيقه ان مشكله سيف مش مشكله شخصيه، دي مشكله عصرنا كله. احنا عايشين في زمن بقى فيه خيارات كتير قوي ومعلومات اكتر ومسؤوليات اكتر بكتير، والدماغ البشري مش مصمم انه يتعامل مع الكميه الهائله دي من القرارات والمهام اليوميه. الدراسات العلميه بتقول ان الانسان العادي بيختار حوالي 35 الف قرار في اليوم الواحد. تخيل 35 الف قرار، من قرارات بسيطه زي ايه اللي هلبسه لقرارات معقده زي ازاي اقضي وقتي او ايه اللي اركز عليه في شغلي. والمشكله ان كل قرار حتى لو كان صغير بيستهلك جزء من طاقه الدماغ، والنتيجه اننا بنوصل اخر اليوم ودماغنا تعبان ومستنزف. في مصطلح علمي اسمه ارهاق القرار او decision fatigue، والمصطلح ده بيوصف الحاله اللي بيوصل لها الانسان لما يخلص طاقته العقليه من كتر القرارات اللي اخدها. وده اللي كان بيحصل مع سيف بالظبط، كان بيصحى الصبح وطاقه دماغه مليانه بس بيقضيها في قرارات صغيره مش مهمه، فلما يجي بقى الوقت للقرارات المهمه يلاقي نفسه مستنزف ومش قادر يفكر بوضوح. والمشكله كمان ان احنا ما اتعلمناش ازاي نميز بين المهم والاقل اهميه. في المدرسه والجامعه كان كل حاجه ليها وقت واضح وكان في نظام يقول لنا ايه اللي المفروض نعمله وامتى، بس في الحياه العمليه والشخصيه مفيش نظام جاهز، كل واحد فينا مطالب انه يخترع النظام بتاعه حسب نظام حياته، وده صعب قوي لما ما يكونش عندنا الادوات المناسبه. الموضوع اصعب كمان لان احنا بنعيش في ثقافه بتمجد الانشغال، بقى العيب انك تقول انك مش مشغول او انك عندك وقت فاضي، والنتيجه ان الناس بقت تملى يومها بحاجات كتير قوي ممكن ملهاش اي لازمه ومن غير ما تسال نفسها هل الحاجات دي مهمه ولا لا. بقينا نقيس نجاحنا بقد ايه احنا مشغولين مش بقد ايه احنا منجزين. اول حاجه لازم نفهمها ان مش كل حاجه لازم تتعمل دلوقتي. سيف لما فهم النقطه دي حياته اتغيرت تماما، بدانا نشتغل سوا على انه يصنف كل حاجه في حياته لاربع فئات واضحه. الفئه الاولى مهم وعاجل، دي الحاجات اللي لو ما اتعملتش دلوقتي هتسبب مشاكل كبيره زي مريض عنده الم شديد او فاتوره لو ما اتدفعتش هيقطعوا الخدمه، الحاجات دي لازم تتعمل فورا مفيش فيها كلام. الفئه الثانيه مهم بس مش عاجل، ودي الفئه الذهبيه، الفئه اللي معظم الناس الناجحه بتقضي معظم وقتها فيها، دي الحاجات اللي لو عملتها هتفرق معاك على المدى الطويل بس مش هتحس بتاثيرها فورا، زي انك تتعلم مهاره جديده او تبني علاقات قويه او تخطط لمستقبلك او تهتم بصحتك. الفئه الثالثه مش مهم بس عاجل، ودي الفئه اللي بتضيع وقت كتير قوي من الناس زي رسائل واتساب كتير قوي او مكالمات مش مهمه او اجتماعات ملهاش اي لازمه. الحاجات دي بتدي احساس كاذب بالانجاز لانها بتاخد وقت وطاقه بس ما بتضيفش اي قيمه حقيقيه. الفئه الرابعه مش مهم ومش عاجل، ودي الحاجه اللي المفروض تتشال من حياتك خالص، زي انك تتابع اخبار مش مفيده او تقضي ساعات على السوشيال ميديا من غير اي هدف او تتفرج على مسلسلات مش بتضيف لك اي حاجه. وممكن تتعامل مع الفئه دي انها وقت للراحه اكتر من الاهميه، او بمعنى اصح دي الفئه اللي لما اكون عايز ارتاح هعمل حاجه منهم، زي اني محدد وقت مثلا في اليوم للراحه ففي الوقت ده اقعد اتفرج على مسلسل، لكن ما تبقاش هي دي الاولويه في حياتك. سيف لما بدا يطبق التصنيف ده اكتشف انه كان بيقضي 70% من وقته في الفئه الثالثه والرابعه، كان بيرد على كل رساله واتساب في نفس اللحظه حتى لو كانت رساله تافهه، كان بيحضر داتا الاجتماعات ما كانش مطلوب منه فيها غير انه يقعد ويسمع، كان بيتابع اخبار كتير قوي ملهاش اي علاقه لا بحياته ولا بشغله. قلت له نجرب نظام بسيط لمده اسبوع واحد بس، كل يوم هيكتب كل الحاجات اللي عايز يعملها وهيصنفها للاربع فئات اللي احنا اتكلمنا عليهم، وهيلتزم انه يبدا بالفئه الاولى اللي هي المهم والعاجل وبعدين يقضي معظم وقته في الفئه الثانيه اللي هي المهم بس مش العاجل. فاول يوم سيف كتب قائمه ب 18 حاجه، لما صنفها لقى ان الثلاث حاجات بس هي اللي مهمه وعاجله، خمس حاجات مهمه بس مش عاجل، سبع حاجات مش مهمه بس عاجله، وثلاث حاجات مش مهمه ومش عاجله اصلا. شاف ازاي كان بيضيع معظم وقته في العشر حاجات اللي في الفئه الثالثه والرابعه، وازاي ده كان مخليه ما عندوش اي وقت لاي حاجه مهمه، وللمره الاولى حس ان عنده سيطره على يوم مش اليوم هو اللي مسيطر عليه. بعد ما سيف جرب
جرب النظام ده الاسبوع وشاف الفرق. قلت له دلوقتي جه الوقت اللي نتعمق فيه اكتر ونطور نظام يخليك تتحكم بشكل كامل في حياتك. واللي حصل بعدها كان اقوى من توقعاتنا. اشتغلنا على قاعده الساعتين الذهبيتين. اول حاجه علمناها لسيف هي قاعده الساعتين الذهبيتين. الفكره بسيطه بس قويه جدا. كل يوم في ساعتين معينين سيف مش هيعمل غير الحاجات المهمه مش العاجله اللي هي الفئه الثانيه. مفيش رد على تليفون، مفيش رسائل، مفيش اجتماعات، مفيش اي حاجه تقطع عليه تركيزه. سيف اختار من 8 ل 10 الصبح. في الساعتين دول كان بيركز على تطوير نفسه مهنيا، يقرا في تخصصه، يخطط لمستقبل عيادته، ويحضر المؤتمرات الطبيه. والنتيجه كانت مذهله. في خلال شهر سيف اتقدم في شغله اكتر من اللي اتقدم فيه السنه اللي فاتت كلها. وفي كمان طريقه لا الذكيه. المشكله الثانيه اللي كانت بتواجه سيف دايما هي انه ما كانش يعرف يقول للناس لا. كان يوافق على كل طلب حتى لو ما كانش عنده وقت، او حتى لو كان الطلب ده مش مناسب ليه. فاشتغلنا سوا على لا الذكيه. بدل ما يقول لا بشكل مباشر ويحرج الناس، بقى يقول ده موضوع جميل بس خليني الاول اراجع الجدول بتاعي وارجع لك. الجمله دي بتديله وقت يفكر ويقرر فعلا لو الموضوع ده يستاهل وقته ولا لا. ولو لقى انه مش مناسب بيرجع للشخص ده ويقول له انا اسف مش هقدر اعمل الموضوع ده دلوقتي، بس ممكن ارشح لك حد تاني يقدر يساعدك. سيف كمان بدا يطبق نظام الثلاثه في ثلاثه. كل يوم بيختار 3 حاجات بس من الفئه الاولى اللي هي المهم والعاجل، و3 حاجات من الفئه الثانيه اللي هي المهم بس مش عاجل، وما يعملش اي حاجه تانية غير ال6 حاجات دول. لو خلص قبل اخر اليوم وقتها بس ممكن يبدا يبص للحاجات الاقل اهميه. النظام ده كان بيخليه يحس بانجاز حقيقي كل يوم، ومش بيخلص اليوم وهو حاسس انه ما عملش حاجه مفيده. داليا مهندسه الديكور كانت بتشتغل من 12 ل 14 ساعه في اليوم، بس برضه حاسه ان هي مش بتتقدم. لما اتكلمت معاها اكتشفت ان داليا كانت واقعه في فخ الانشغال المقدس. كانت دايما بتخلط بين انها تكون مشغوله وانها تكون منتجه. داليا كانت بتقضي 3 ساعات في اليوم ترد على ايميلات، ساعتين في اجتماعات ملهاش فايده، ساعه بتنظم مكتبها، ساعه قاعده بتتابع صفحات منافسينها على انستجرام. كل الحاجات دي كانت بتديها احساس ان هي بتشتغل، بس في الحقيقه هي ما كانتش بتقدم في شغلها الحقيقي اللي هو التصميم والابداع. الحل اللي جربناه مع داليا كان قاعده ال 20 80. اشتغلت مع داليا على مبدا باريتو الشهير. 80% من النتائج بتيجي من 20% من الجهد. قلت لها تسال نفسها ايه ال 20% من شغلي اللي لو ركزت عليهم هيديني 80% من النتائج اللي انا عايزها. داليا اكتشفت ان ال 20% دول هم التصميم الابداعي وعرض افكارها على العملاء ومتابعه تنفيذ المشاريع المهمه. كل حاجه تانية كانت مجرد دوشه بتشتت تركيزها. بدات برضو تطبق نظام الكتل الزمنيه. بدل ما ترد على ايميلات كل نص ساعه طول اليوم، خصصت وقت واحد بس في اليوم للرد على كل الايميلات مع بعض. بدل ما تبص على السوشيال ميديا كل شويه، خصصت نص ساعه بس اخر اليوم لكده. والاهم من كده خصصت 4 ساعات في اليوم للشغل الابداعي خالص. 4 ساعات مفيش فيهم اي مقاطعات، مفيش تليفون، مفيش انترنت غير لو محتاجاه للشغل. النتيجه في خلال شهرين داليا ضاعفت عدد العملاء بتوعها وبقت تخلص شغلها في 8 ساعات بدل 14 ساعه. ادم صديق المبرمج في الاول كان متحمس جدا ومليان طاقه، بس بعد شهور قليله بدا يحس بالاحباط الشديد. المشكله ان ادم كان عايز يتعلم كل حاجه في نفس الوقت. النهارده يشوف كورس في الجافا سكريبت، بكره يشتغل على كورس في البايثون، بعد كده يلاقي حد بيقول له ان تطبيقات الموبايل هي المستقبل. ادم كان بيبدا كورس ويسيبه في نصه، يبدا مشروع ويسيبه عشان يبدا مشروع تاني، وفي النهايه حس انه ما بيتقدمش في اي حاجه. حل ادم استخدمنا استراتيجيه الهدف الواحد. فهمت ادم ان التشتت هو العدو الاول للانجاز. قلت له اختار حاجه واحده بس وركز عليها لمده 6 شهور كامله. في الاول ادم كان مقاوم للفكره وان ده هيكون افضل من انه يعمل 10 حاجات بشكل متوسط. وافق يجرب. ادم اختار يركز على تطوير المواقع بالجافا سكريبت ويركن كل حاجه تانية حتى لو كان شايفها مغريه. كان بيقول لنفسه مش دلوقتي، هركز عليها بعد ما اخلص الهدف ده. وبالمناسبه احنا عملنا فيديو كامل على التشتت، تقدر تشوفه من اللينك اللي هيظهر، هيفيدك جدا في التركيز والبعد عن المشتتات. طريقه شطب القائمه. ادم كمان بدا يطبق تقنيه قويه جدا اسمها شطب القائمه. الفكره انك مش بس تكتب الحاجات اللي عايز تعملها، كمان تكتب الحاجات اللي مش هتعملها. ادم عمل قائمه بكل الحاجات اللي قرر انه مش هيعملها لحد ما يخلص هدفه الاساسي. مش هيتعلم اي لغه برمجه ثانيه، ومش هيحضر اي كورس مش في مجاله، مش هيقرا اي كتاب مش مفيد ليه في هدفه الحالي. القائمه دي كانت قدامه دايما، كل ما يحس باغراء انه يشتت نفسه كان يبص عليها ويفتكر هو ليه اختار التركيز. وارن بافيت واحد من اغنى الناس في العالم وانجح المستثمرين في التاريخ كان بيستخدم استراتيجيه بسيطه جدا اسمها قاعده الخمسه من 25. لما موظف جاله وساله عن ازاي يحدد اولوياته، قال له اكتب 25 هدف عايز توصل لهم في حياتك، وبعدين اختار اهم 5 منهم، وال20 الباقيين اشطبهم خالص وما تفكرش فيهم تاني. بافيت مؤمن ان التركيز على حاجات قليله بس مهمه افضل بكتير جدا من التشتت في حاجات كتير قوي. وده اللي خلاه ينجح في الاستثمار، لانه بيركز على الشراكات اللي يفهمها كويس وما بيشتتش نفسه في مجالات كتير قوي. ستيف جوبز مؤسس ابل. ستيف جوبز كان مشهور بانه بيقول لا اكتر ما بيقول نعم. لما رجع لشركه ابل سنه 97 اول حاجه عملها انه الغى اكتر من 70% من المنتجات اللي الشركه كانت بتشتغل عليها، ركز على عدد قليل من المنتجات بس وخلاها مثاليه. جوبز كان بيقول الابداع مش في عدد الحاجات اللي تقول لها نعم، الابداع في عدد الحاجات اللي تقول لها لا. وده اللي خلى ابل تطلع منتجات زي الايفون والايباد اللي غيرت العالم. في برضه واحد اسمه براين تشيسكي، ده مؤسس اير بي ام بي. تعال احكي لك عنه وعن يومياته الثوريه في ترتيب الاولويات. براين بيبدا يومه بقائمه بيسجل كل حاجه ممكن يتخيلها وعايز ينجزها من اكبر حاجه لاصغر حاجه. يعني لو جاله 20 مهمه بيكتبهم كلهم كانه بيحط الدنيا قدامه. بعد ما بيكتب كل المهام دي بيجمع الحاجات المتشابهه سوا او الحاجات اللي ليها علاقه ببعض
في مجموعه واحده، وبعدين بيقعد يسال نفسه لو عملت حاجه واحده بس من المجموعه دي هل ممكن تخلص كل اللي فيها ولا لا. لو عنده مثلا 20 حاجه بيقللهم لثلاث حاجات، الثلاث حاجات دول هم اللي لو خلصوا هيأثروا على الباقي بشكل كبير قوي، والباقي كده كده هيجي في السكه كنتاج طبيعي. وكده بدل ما يبقى محتار في 20 حاجه هو بيلخصهم في الثلاثه الاهم. المفاجاه بقى ان باقي المهام اللي مش هيعملهم بيمسحهم تماما من حياته، ولا تاجيل ولا اي حاجه، لا هو بيخفيهم تماما من الوجود. وكان بيقول جمله عظيمه جدا ان لما اخلص الثلاث مهام الرئيسيه دي ال 17 التانيين جزء منهم هيخلص بالتبعيه، واللي ما خلصش يبقى مش مهم اصلا، فمش صح ان اضيع وقتي فيه. الدراسات بتثبت قوه التقنيات دي بارقام واضحه. في مثلا دراسه من جامعه كاليفورنيا اثبتت ان الناس اللي بتحدد اولوياتها وبتكتبها بتقدر تنفذ اهدافها بنسبه 42% اكتر من الناس اللي ما بتكتبهاش اصلا. وفي دراسه اتعملت من فتره على طريقه براينشز، وبالمناسبه هي ليها اسم علمي وهو الكتر الزمنيه او التايم بلوكينج، اللي هي تلخيص المهام، وان يكون في ثلاث مهام واضحه لليوم مع تنظيم وقت مناسب لكل مهمه منهم. والدراسه دي اثبتت زياده في الانتاجيه بنسبه تصل الى 80% في اقصى حالاتها، وبتقلل التوتر بنسبه 31%، وبتقلل التشتت بنسبه 23%. وبرضه في دراسه قالت ان الناس اللي بتقول لا للمهام الغير مهمه بتنجز الاهداف المهمه بنسبه 65% اسرع من الناس التانيه. في ابحاث تانيه بقى اثبتت ان التركيز على هدف واحد بدل المالتي تاسكينج او تعدد المهام بيحسن الاداء بنسبه 50% ويقلل الاخطاء بنسبه 40%. في دراسه تانيه بقى كده مختلفه كانت من جامعه كاليفورنيا، لقت ان الشخص العادي بيحتاج تقريبا 23 دقيقه و15 ثانيه عشان يرجع يركز بعد ما بيتقطع عليه تركيزه. ده معناه ان كل مره هتسيب شغلك عشان ترد على رساله او تشوف ايميل انت بتضيع تلت ساعه من وقت تركيزك عشان ترجع تاني تشتغل بتركيز. النتائج اللي وصل لها سيف وداليا وادم ما كانتش مجرد تحسن بسيط، كانت تعتبر تغيير جذري في حياته. سيف دلوقتي بيخلص شغله في 7 ساعات بدل 12 ساعه، وعنده وقت لنفسه ولاهله ولحياته الشخصيه. داليا ضاعفت دخلها وبقت اسعد في شغلها. ادم دلوقتي بقى مطور ويب محترف ولقى شغل في شركه كبيره جدا. بس الاهم من كده انهم بقوا يحسوا بالسيطره على حياتهم، مبقاش اليوم هو اللي بيجري بيهم، هم اللي بقوا يتحكموا في يومهم. خلينا بقى نروح لنهى، كانت عايشه في رعب حقيقي من فكره ان هي تختار غلط. كل قرار حتى لو صغير كان بيخليها تدخل في حاله قلق وتفكير زياده. قالت لي لو ركزت على المشروع ده هفوت المشروع التاني، لو اتعلمت المهاره دي مش هيكون عندي وقت اتعلم المهاره التانيه، لو قلت ايوه للفرصه دي ممكن افوت فرصه احسن. نهى كانت عايشه في شلل كامل من كتر الخيارات، وده مش غريب خالص لان جيلها هو اول جيل في التاريخ يكون قدامه خيارات لا نهائيه تقريبا. قبل كده الواحد كان بيشتغل في مهنه ابوه او في الخيارات القليله المتاحه في بلده. دلوقتي نهى تقدر تشتغل في اي مجال، تتعلم اي مهاره، وتسافر اي بلد، وتبدا كمان اي مشروع. والمشكله ان كتر الخيارات دي مش بيخلي الحياه اسهل، بالعكس ده بيخليها اصعب بشكل كبير جدا. الحل اللي اشتغلنا عليه مع نهى كان مبدا التجربه المحدوده. بدل ما تفكر انها لازم تاخد قرار نهائي وصحيح 100%، هتبدا تجرب الحاجات لفترات قصيره ومحدده، 3 شهور او 6 شهور مش اكتر من كده. قلت لها ما حدش عارف المستقبل ومحدش يقدر يضمن اي قرار انه هيكون صح 100%، بس اللي انت تقدري تعمليه انك تجربي وتتعلمي وتشوفي الدنيا فيها ايه. نهى بدات تشوف قراراتها على انها تجارب مش التزامات. وبرضه اشتغلنا على طريقه الندم المعكوس. فهمت نهى طريقه علميه كده اسمها الندم المعكوس. بدل ما تسال نفسها لو عملت كده ايه اللي ممكن يحصل وحش، بقت تسال نفسها لو ما عملتوش ايه اللي هندم عليه بعد 10 سنين من دلوقتي. السؤال ده غير نظرتها تماما للقرارات. اكتشفت ان الندم على الحاجات اللي ما عملتهاش بيكون اقوى بكتير من الندم على الحاجات اللي عملتها وطلعت غلط، لان الحاجات اللي طلعت غلط على الاقل انت اتعلمتي منها، بس الحاجات اللي ما عملتيهاش فضلت تفكري فيها يا ترى كان ايه اللي هيحصل لو. وعشان اكون واضح جدا وصريح معاكم، الطرق اللي احنا اخترناها مع نهى هي مش مناسبه لاغلب الناس. الطرق دي الى حد كبير جدا فيها رفاهيه، ونهى كده كده ما عندهاش اي التزامات فهي مش مجبره على حاجه. عشان كده دايما بقول ان لازم ندور على الحلول المناسبه لينا، لان مش كل الحلول هتبقى مناسبه لكل الناس. كل شخص ليه ظروفه وليه الحلول المناسبه ليه. تخيل معايا انك صحيت الصبح وانت عارف بالظبط انت عايز تعمل ايه النهارده، مش مشتت مش تايه ومش حيران، عندك قائمه واضحه باهم 3 حاجات في حياتك وانت مركز عليهم تماما. تخيل انك بتشتغل في حاجه وانت مؤمن بيها ومتحمس لها، مش مجرد انك بتملى وقت، انك بتحس بتقدم حقيقي في حياتك كل يوم، مش مجرد انك عملت حاجات كتير وخلاص، انك اخر اليوم بتنام وانت فخور بانجازك مش زعلان من نفسك على الوقت اللي ضاع. ده مش خيال، ده حقيقي وممكن يحصل. تخيل انك بقيت الشخص اللي الناس تيجي تساله انت ازاي منجز كده وازاي مرتاح ومركز في حياتك بالشكل ده، وانك بقيت مثال للناس اللي حواليك فازاي الواحد يعيش حياه ليها معنى وهدف. بس مش هكدب عليك، الطريق مش سهل. في البدايه هتحس بمقاومه جوه نفسك، دماغك اتعود على التشتيت والفوضى وهيحاول يرجعك للنمط القديم. لما تبدا تقول لا للحاجات اللي مش مهمه هتحس بالذنب، ولما تبدا تركز على مهمه واحده بس هتحس انك بتفوت حاجات تانية كتير قوي. ده كله طبيعي جدا وكل الناس الناجحه مرت بيه. المشكله ان معظم الناس لما بتحس بالمقاومه دي بترجع للنمط القديم، بيفتكروا ان المقاومه دي معناها ان النظام الجديد مش مناسب لهم. لا مش كده خالص، المقاومه دي معناها ان النظام شغال وان دماغك بدا يتكيف على النمط الجديد. هتلاقي ناس حواليك مش فاهمه ليه انت مش مشغول زيهم، هتلاقي ناس بتتريق عليك انك بقيت منظم قوي او جامد قوي على نفسك. ما تسمع لهمش، الناس دي مش فاهماك كويس لانها شايفه انك بدات تتحكم في حياتك وهم لسه مكانهم ومش عارفين يعملوا كده. عايز اقول لك بقى حاجه من قلبي، انت تستاهل تعيش حياه ليها معنى
تستاهل تصحى كل يوم وانت متحمس اللي هتعمله، مش خايف من كتر المسؤوليات اللي عليك. تستاهل تحس بالفخر لنفسك كل يوم، مش بالندم على الوقت اللي ضاع منك. كل الناس اللي حواليك عايشين في فوضى وكلهم بيشتكوا من ضغط الوقت والمسؤوليات. ده مش معناه ان ده المفروض او ده اللي لازم يحصل للناس كلها، ده معناه ان معظم الناس مش عارفه الطريقه الصح للتعامل مع حياتها. بس انت دلوقتي عارف، ومش هقول لك ان التغيير هيحصل بين يوم وليله لان ده مش حقيقي، بس هقول لك ان كل يوم هتطبق فيه النظام ده هتحس بتحسن، هتحس انك بتاخد خطوه لقدام، مش واقف مكانك او حتى بترجع لورا. وفي الايام الصعبه لما هتحس انك تعبان او مش عارف تكمل، افتكر سيف لما كان قاعد قدامي كان تعبان ومحبط، وافتكره دلوقتي هو مبسوط ومطمن وحاسس بالسيطره على حياته. افتكر داليا لما كانت بتشتغل 14 ساعه وحاسه انها مش بتتقدم، وافتكرها دلوقتي وهي بتحقق احلامها في نص الوقت ده. افتكر ادم لما كان محبط ومش عارف هو رايح فين، وافتكره دلوقتي وهو واثق في نفسه ومركز على هدفه. دكتور احمد زويل عالم الكيمياء المصري، اول مصري ياخد جائزه نوبل في العلوم، كان من اكتر الناس التزاما بمبدا التركيز، رغم ان كان عنده فرص كتير في مجالات مختلفه، بس ركز على شغله في الكيمياء وطور نفسه فيه لدرجه انه بقى الاول في العالم. بص يا صديقي، انت واقف دلوقتي في لحظه تحول حقيقيه في حياتك. انت عندك اختيار، يا اما تفضل عايش زي ما انت زي دلوقتي كده عمال تجري ورا الوقت وما تلحقوش، تحس انك مشغول بس مش منتج، تنام كل يوم وانت زعلان من نفسك، يا اما تقرر ان النهارده هو بدايه حياه جديده ليك، حياه انت فيها رئيس نفسك، انت فيها عارف انت رايح فين وليه، انت فيها مش بتجري ورا الاحداث، الاحداث هي اللي بتجري وراك، حياه انت فيها بتصحى كل يوم وانت متحمس مش خايف، حياه انت فيها بتحمد ربنا على ان عندك هدف واضح وانك بتتقدم فيه. انا عارف انك مرهق جدا وانك بقالك فتره حاسس انك واقف في مكانك او حتى بترجع لورا، وبتبص حواليك وتلاقي ناس زيك او اصغر منك وصلوا لحاجات انت لسه بتحلم بيها، وده مؤلم، انا فاهمك جدا، بس عايز اقول لك ان التاخير مش نهايه العالم. التاخير ده ممكن يكون احسن حاجه حصلت لك، لانه هيخليك تقدر النجاح لما توصل له، هيخليك اقوى واكتر صبر واكتر حكمه، هيخليك لما تنجح بطريقه صلبه ومستمره مش مؤقته زي ناس كتير. كل الاشخاص اللي حكيت لك عنهم كانوا زيك بالظبط في يوم من الايام. سيف كان حاسس انه ضايع ومش لاقي معنى لحياته، داليا كانت بتشتغل 14 ساعه ومش بتحس بانجاز، ادم كان محبط ومش عارف هو رايح فين، نهى كانت خايفه تاخد اي قرار زيك بالظبط، ومع ذلك كلهم قدروا يغيروا حياتهم، مش لانهم اذكى منك ولا افضل منك ولا هم اتولدوا بمواهب خاصه، لا، بس لانهم قرروا يطبقوا نظام بسيط وواضح لحياتهم، ولانهم اتحملوا صعوبه البدايه، ولانهم ما وقفوش مكانهم رغم المقاومه. وانت تقدر تعمل زيهم، مش بس تقدر، انت هتعمل، وانا واثق فيك حتى لو انت مش واثق في نفسك قوي دلوقتي. انا متاكد ان فيك امكانيات انت نفسك مش شايفها، عارف ان عندك طموحات كبيره قوي جوه قلبك بس خايف تقولها حتى لنفسك، عارف انك عايز تكون مثال لاهلك ولاصحابك ولاولادك لما ربنا يكرمك بيهم. وهقول لك سر بقى، كل ده ممكن، كل حلم انت مخبيه في قلبك ممكن يتحقق، كل هدف انت حاسس انه بعيد ممكن توصل له، بس محتاج شيء واحد بس منك، تبدا النهارده، مش بكره ومش الاسبوع الجاي، النهارده. اقعد دلوقتي بقى واكتب اهم 3 حاجات في حياتك، اهم 3 اهداف انت عايز توصل لها، وبكره الصبح ابدا يومك بواحده من ال3 حاجات دي، اي حاجه حتى لو كانت خطوه صغيره، مش مهم تكون مثالي، المهم انك تبدا. ولما تحس بالتعب او المقاومه افتكر اللحظه دي، افتكر الاحساس اللي جواك دلوقتي، الرغبه في التغيير والامل ان حياتك تبقى احسن، افتكر ان في ناس بتحبك وعايزه تشوفك ناجح ومبسوط، ان عندك قيمه كبيره في الحياه، وان العالم محتاج الحاجه الجميله اللي جواك تطلع للنور. انا مؤمن بيك ومؤمن انك هترجع هنا تاني قريب، بس انت وقتها هتكون شخص مختلف، شخص اقوى واكتر ثقه في نفسه وواضح جدا في اهدافه، شخص عايش الحياه اللي يستحقها فعلا. يلا قوم دلوقتي وابدا حياتك الجديده، حياتك الحقيقيه، وانا مستنيك تحكي لي عنها.